صباح الخير على كل متابعينا، معاكم عمرو الوكيل العقاري في العجمي وتحت امركم في اي حاجه. في الفيديو اللي فات يا جماعه اتكلمنا عن موضوع فرق السعر والكلام دوت، وفي ناس زعلت ان انا كنت بتكلم في الموضوع دوت وبقول ان في ناس بتعمل فرق سعر. تمام، هو فعلا في ناس بتعمل فرق سعر وفي ناس فاهمه الموضوع غلط، فاحنا عايزين ان احنا نحد من المشاكل اللي احنا شايفينها على جروبات الشقق دي يا جماعه. الناس اللي عماله تشتكي تقول السماسره 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 ومكاتب التسويق، هو مش كل المشاكل دي مكاتب التسويق ليها علاقه بيها. في مشاكل من ضمن المشاكل دي في ناس عامله شبهه لمكاتب التسويق بيها. انتوا فاهميني انا اقصد ايه؟ فاحنا كل اللي احنا او المقصود من الفيديوهات بتاعتي او المحتوى اللي انا بقدمه اللي هو ايه؟ الوعي للناس، وان احنا نحل المشاكل ونفهم بعض صح. مش كل حاجه ان احنا هنرميها على بعض. يعني انا مثلا ممكن يكون في صاحب شقه عارض شقته عندي، تمام، وانا عملت لها اعلان والشقه مثلا بقالها 6 شهور معروضه او حاجه. جه بعد ال6 شهور رفع السعر، فاضطر ان انا اجدد الاعلان بسعر جديد عشان خاطر ايه؟ الشقه سعرها رفع. فطبعا العميل بيبقى شاف ايه؟ الاعلان القديم وشاف الاعلان الجديد، فبيشوف الاعلان القديم في جروب ويشوف الاعلان الجديد في جروب، يقول لك ده انا شايفها هنا بكذا وشايفها هنا بكذا، ده المكتب ده رافع السعر. احنا بالنسبه لنا عشان نحل المشكله ديت وعشان ان احنا نقدر نوصل مع العميل للمصداقيه، احنا كل شغلتنا كمكتب تسويق ان احنا حضرتك بتتواصل معانا على الاعلان على الشقه ايا كان سعرها، انا بفرجك على الشقه، تمام، عجبتك بجيب لك صاحبها تقعد معاه ونتكلموا معاه في السعر، انا وانت، يعني مش انت لوحدك ولا انا لوحدي، انا وانت، بحيث ان انت ما تشتريش مني انا. وده اللي انا بقوله، يعني انت لما تيجي تشتري شقه ما تشتريهاش من سمسار، يعني ما تخليش التفاوض مع السمسار، خلي التفاوض مع صاحب الشقه. مكتب التسويق وظيفته ان هو يفرجك الشقه وبعد كده حضر لك صاحب الشقه يجمعكم ببعض، وانت حر تتكلم انت وهو براحتكم، تمام. تتفقوا على السعر، تاخدها منه بجنيه تاخدها ب10 جنيه، المكتب ملوش غير عمولته في الاخر، تمام. فاي حد يا جماعه واجهته اي مشاكل بما يرضي الله يكتبها لنا في الكومنتات، احنا واحده واحده نقرب وجهات النظر، واللي مش فاهم حاجه يفهمها. اظن ده كلام ما يزعلش حد، وانا لما بقول اللي ليه تجربه مع اي سمسار يكتبها لي او مع اي مكتب تسويق، ده عشان خاطر ان احنا نحد من الناس اللي هي بتشتغل باسلوب مش سليم، تمام. انا هنا طبعا اخوكم وتحت امركم في اي حاجه، واتشرف بكم ان انتم تكونوا جزء من عيلتي الكبيره، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك او على الانستجرام. انا اتشرف بكم في اي حته. اي حد عنده سؤال اي استفسار يكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.